بكره تتمنى تسمع صوتي، بكره تتمنى تسمع صوتي وتقول يا ريتها كانت عايشه، واسمعها لما تتكلم واسمعها ما تزعلي. لما كل مره تيجي تخرسني وتقول لي اسكتي مش سامعك، مش عايزه اسمع لك، اسكتي ورب الكعبه ولا كل مره بقول لك لا انت كذاب، اخواتك يشهدوا عليك. اخواتي مين؟ ومراتك تشهد عليك انك تقول لي مش عايزه اسمع مش عايزه اسمع مش عايزه اسمع. ده انا ما بصدق انك بتيجي، يعني عايزين تيجي كل يعني اسبوع، المفروض عايزين تيجوا كل اسبوع ولا كل شهر وتسمعوا صوتي. اسمعي بس بيتي ما تخشوش لو انتوا عندكم دم انت واخواتك، بيتي ما تخشوش لو انتوا عندكم دم. انا مش محتاجاكم، انا مش محتاجاكم طالما حتى الكلام ممنوعه منه، مش محتاجاكم طالما الكلام مش عايزين تسمعوني، ان شاء الله ما سمعتوني. طالما ودنكم مش وحشها صوت امكم وانتوا قاعدين في وسط عيالكم وفي وسط نسوانكم وفي وسط بيوتكم، وكمان اما تيجوا مش عايزين تسمعوا لي صوت، لا لا لا، ده انتوا كتر خيركم قوي، كتر خيركم قوي، وانا الحمد لله على كده. ده مش فيديو، ده حقيقه. انتوا مش عايزين تسمعوا صوتي، مش عايزين نتكلم، مش عايزين نتناقش. انتوا الصح وانا الغلط، مشوني انتوا. انا قلت لكم من زمان انا مسلمه لكم نفسي، ولو انتوا رجاله وانتوا جدعين نسوة بنات وشباب انتوا مشوني، مشوني شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه في حياتي. ما انت مش مديها فرصه لحد يمشيك. انا قلت اللي عندي، بس انا ربنا يسامحكم. انت مش مديها فرصه ان حد يمشيك اساسا. وليني انا لما تمشوا بتقولي كلام وماليش فعل. مشيني، قول لي انت عايز تمشيني ازاي، عايز تمشيني ازاي؟ سلمتك نفسي، ايه اللي عملته لي 5 سنين وانا قاعده نحت نفسي تعب، وانا اقول لك اعمل هنا اعمل هنا اعمل هنا، يعني هو انا كبير بتعمل العيله؟ اللي عايزه بس هو انا كبير العيله؟ على قد دماغك. هو انا كبير العيله ولا ماسك زمام؟ مالوش دعوه كبير، ده شغلنا انا وانت، ده كبير العيله. انا ايوه عملت ايه شغلنا وانت؟ وصلتني لايه؟ وصلتك ايه اللي وصلتوني؟ انت 5 سنين بنتحر كل يوم، وصلتني لايه؟ 5 سنين انا بتنحتني من غير اي هدف ومن غير اي داعي. والله انت وصلت لايه؟ انا ما وصلتش، انا وصلت. توصل معايا؟ انت موصلني؟ طب ما انا دلوقتي بحاول اوصل معاك، انت مش عايز تسلميني بعد نفسك. ايه؟ بعد ما خلاص يعني انا ما سلمتكش نفسي، انا مسلمه لك نفسي من زمان. انت ما بتسلمينيش نفسك كمان. انا لما باجي اقول لك على حاجه، المفروض الحاجه ديت انت تستوعبيها وتفهميها واحده واحده ويكون ردك مفهوم. انما انت ردك دايما ما بتعملوش، انت ما بتعملش، انت ما بتجيش، انت اللي مدمرني. ازاي؟ كان في ظرف عندنا دلوقتي ان اخويا تعبان، وقعدنا شهر ولا في فيديو بينزل ولا في اي حاجه تدل ان احنا موجودين على السوشيال ميديا من بعد ما جينا من العمره. بقى لنا 15 يوم قاعدين خلصنا كل 15 يوم دول. بص على منصاتك عامله ازاي. 15 يوم. بص على منصاتك عامله ازاي. عامله ازاي؟ انت ما تتفرجي. انا ما بتفرجش. اتفرجي على الازرق واتفرجي على الاصفر واتفرجي على الاخضر، كل البلاصات اللي انت بتتكلمي فيها. مش انا برضه، مش قيمتي ومش مستوايا. مش مستواك ايه؟ مش انا بقى عايزه ادي كتير، انت مش طب ما انا عايز ادي كتير، انت ما بتدينيش. انت اللي قاعد في وسط بيتك مع مراتك، انت قاعد في وسط سريرك، انت قاعد قدام تليفونك، انت قاعد طول الليل تلعب في التليفون، لا عندك اي حاجه تعملها غير التليفون، وتنزل تشتغل شويه وتروح وما تجيش لامك ولا تشوف امك ولا تشوف شغلك. شغل ايه يا ابو شغل انت؟ هو ده شغل؟ طب انت عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. انا قلت لك خلاص الشغلانه دي لا دام هتخسرني ابني بناقص منها. انا قلت طالما انت هخسرك وهتقل ادبك عليا، وكل ما تجيني الزنا انت ومراتك تتنطط عليها وتفرد عضلاتك. انا ومراتي وهو الراجل لما يتنطط على مراته قدام، يتنطط على امه قدام مراته، مفكر كده يبقى راجل في عين مراته؟ والله مراتك اي واحد يتنطط على مراته قدام امه مراته تسترقصه، تقول قله ادب مع امه ما عرفتش تربيه. طب ما الام ساعات لما بتعيش يعني تعمل اللي هي عايزاه. الام تعمل. الام يا حبيبي دي تعمل الام ما بدلها. الام تعمل ماشي، ما الام تعمل ما بدلها. احنا بنتنازل في اي حاجه. انما انت مش متربي. لو انت شوف بس انت بتقول ايه؟ اما الام تعمل اهو. انا بقول ما ساعات الام بقول ساعات الام برضه بتعمل وكل حاجه، والواحد بيبقى ماشي عادي. الام هتعمل ايه؟ اهم حاجه صوتها هيعلى. يوم ما تعمل ايه؟ تشتم ابنها ما ابنها. طب ما اذا كان انت بتقولي مثلا ابنك بيجي لك كل فين وفين، المفروض مقابله كل فين وفين دي تبقى مقابله حلوه، يبقى يوم سعيد. مش حلوه يبقى يوم سعيد. مش حلوه. بص تطلعها من بقها وتديله مش حلوه. تعبي وهو ماشي. المشكله يا جماعه ان امي ما بتديش فرصه لحد يتكلم ولا يشرح. لا عشان انا قلبي معبي ومليان. اتكلم. اتفضل انت اتكلم.
الام عايزه انا مش مشكلتي لا استنى بتقول الام تقابل ابنها ايه يعني؟ لا مش بقول تقابل استقباله بوس الست وحده. الكبيره هتقوم ترقص لابنها وهو جاي تمسك له السجار. الست الكبيره المفروض الابن اللي جاي يبص على امه. أيوة. الست الكبيره هو اللي يجي ما ينفعش بقى امه تنشل عليه يطبطب ويجي يبوس دماغها. ما ينفعش. انما الام عايز الام تقابلك ازاي يا برنسيس العصر؟ يعني انا مش بقول لك عايز الام تقابلك ازاي؟ ام ثابت بقى ايه الموضوع من اوله لاخره مسكت في اول كلمه. المقابله مش المقابله اللي هي السلام. المقابله اللي هو اليوم. اليوم دوت يبقى فري. تبقى انت ست ريلاكس مع عيالك عشان انت هم وحشينك وانت وحشاهم. فيبقى اليوم كله سعاده مش اليوم نقف على بعض على الكلمه ناخدوا الكلمه بتنشنه وحساسيه على صدر عشان انتوا جايين لي مش الموضوع مش كده متعطفين ومضيعين وقتكم وجايين لي ومتنازلين على وقتكم فلازم انا اكون امرا وطاعا. امرا احنا بنقول لك هو احنا بنأمرك احنا مش بنأمر عشان انتوا لا انا ما قلتلكيش ده حكيمه عشان احنا جايين لك مشكله ونتنازلوا دي مشكله ماما زوزو فانت المفروض دي مشكله ماما زوزو اللي هي ايه تفهم الموضوع من وجهه نظرها ملهاش. احنا هو. بنتكلم ان انت ما تقفيش على ابنك على كلمه مثلا بيقول لك في موضوع ولا غلط فيكي ولا تعصب عليكي ولا قل منك وقال لك بس ماما الموضوع دوت ما تمش عشان واحد او ما كملش الاتنين تلاتة انت بتروحي داخله في رد فعل بقى اللي هو انتوا سايبيني انت عاملين. هو طبعا مش هو انتوا ديت بتخش فيا ايه والله العظيم انت عارف عملت ازاي؟ اقسم بالله بص اول حاجه انت قلت لك بس ما تتكلميش بالله عليك بالله ليه ان احنا لسه في بدايه ايه افهمك وبس يا جماعه في بدايه ان انا لسه ماسك التليفون ولسه بشوف حاجه يعني البدايه ان انا بشوف حاجه وبعد كده بقى هنخش في تصوير ينفع اصور لكم فيديو واحنا متنشنين. انت كجمهور هتتضايق هتلاقي نفسك مش لازم تسمع امك الاول اسمعيني بس الفيديوهات كلها بس اسمع امك الاول. طب ما انا بسمع انا بقول لك اسمعني تقول لي لا مش اسمعك على ايه؟ لا مش عشان انت داخله عركه إيه؟ مش داخله بسماع. يعني ايه ابني يقول لامه انا مش عايز اسمع عليك يا امه ومش اول مره يقولها. هي عارفه الغلطه ايه؟ الغلطه ان انا قلت لك الغلطه انك قلت لك خلي بالك يا ماما الموضوع ده ما نفس مثلا دلوقتي كان فاضل له مش قصدي حاجه غير اقول لك ايه عندك حاجات حطها. هو المشكله مش في كده يعني كلمه انما طب ما انا كده بحط انا كده بحط هي المشكله مش في الحط. قلت لي ايه ما انا كده بحط طب ما او انا حطيت انت لا انت ما ينفعش معاكي كده انت ما بتحطش هنخش بقى ايه في جدال تاني بقى انت فين اللي بتحط ده الحاجه مرميه بقى لها اسبوع وشهر وما اتحطش. ما انت عارف ما انت بتدور على حاجات تحطها وانت بقالك بس 15. المهم احنا بدل ما كنا جايين نشتغل ويبقى يوم حلو ونضحك ونبقى جميل هنخش في جدال. فانا بقول لك ماما خلاص ما تتكلميش اسكتي عشان ما نخشش في جدال وانت دمك اتحرق. نتناقش. طب انت حرقت دم طب ما احنا ما تجادلناش انت خرستني وانا ما تتخرص. انا ما قلتلكش ومعاش ولا كان اللي يخرسني ما خرسنيش اضخم بني ادم في الدنيا خرسني عيني اللي هو اقول ايه. انا ما قلتلكيش اخرسي بقول لك خلاص اما ما تتكلميش ما تتكلميش معايا في الموضوع مش عايز اسمعك قلت لك كده. مش عايز تسمعني مش عايز اسمعك ليه؟ لان انا جاي راجل احنا بنقدر ان احنا في شركه ليه ما تسمعنيش؟ لا لو في الشركه هتفشل طبعا لو دي شركه كله عشان كده يا فشل ما طول ما انت فيها بالوضع ليه لان كل اللي في العيله عندنا بيصب على خالد في السوشيال ميديا. مين اللي بيصب على خالد؟ انت مالك ومالهم؟ انت اللي بتعد مالك ومالهم؟ انت حاجه ده بيني وبينك انت. ايوه بس انت اكتر واحده بتيجي عليا اكتر واحده بتيجي عليا. العيله ولا ليها في ده ولا ليها في ده مالهاش دعوه. انت اكتر واحده بتيجي عليا خالد. عليك ليه؟ ده شغلك. اهانه لا بستحمل كلام بيحرق الدم بستحمل. بقول لك ده انا لسه كنت قبليها عندك بيومين بقول لك يا ماما عايزك تبقي ريلاكس عايزك تبقى حلوه عشان جماهيرنا وناسنا. بمنظر امك ده ابقى حلوه. بمنظر ازاي وانا جاي لك بده؟ بمنظرك وقلبك ده وغبائك اللي بتعمله فيا. في بني ادم يقول لامه مش عايزه اسمع لك صوت انا عايزه افهم غلطه يا جدعان ازاي قلبي غلطه وندمان عليها والله. لا لسه هتندم اما اموت واروح عند اللي خلقني هتقعد تندم وتقول ياما قلت لامي مش عايزه اسمع لك صوت. ياما قلت ياما كل امي ما بذمتك ياما. طب بالعيد عارف واحد اللي انا بقول لك ياما يعني انا كل يوم او كل ما اقابلك اقول لك اما مش عايزه اسمع لك صوت مش عايزه اسمع لك. ده انا ايه ده كافر بقى يا كافر. كل ما اتناقش معاك ورب الكعبه يا جدعان كل ما احاول اديك والله العظيم والكعبه المشرفه اللي كنت فيها مش كل ما تتناقش معايا والله ياما انا مش عايزه اسمع لك صوت.
دي مش هتيجي مني اساسا. يا سيدي قلتها، ده انا بقى مش بني ادم يعني، ابقى اللي انا بقول لك اما انا مش عايز اسمع لك صوت، عمرها ما تطلع مني كده اساسا. وانا عايز افهم، انا يتقال لي انا ما اسمعلوش. انا قلت لك ما اسمعلكيش صوت. ايه الابن؟ انا عايز اسال بس سؤال دلوقتي. انت لسه قايل للناس اهو. بقول لك بس ياما ما تتكلميش معايا. مش عايز اسمع لك، مش هسمع لك. مش هسمع لك. مش هسمع لك. مش هسمع لك ان انت تتعاركي معايا. وليه ما تاخدش خبره امك؟ خبره امي في ايه؟ قولوا بقى يا جماعه. واحده معلش واحده عندها 60 سنه، اسمعيني بس. لا انا بحب الحقيقه. واحده عندها 60 سنه، قلبها طيب وجميل وجدعه ورجوله وكل ما تشتهي الانفس فيها، بس هي ما تعرفش تمسك تليفون وترفع لك فيديو، ولا تكتب لك كومنت، ولا تعرف ايه اللي ينجح في السوشيال ميديا وايه اللي ما ينجحش. فانا الحمد لله ابنها الشخه الصغيره ساعدت في كل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى ازاي هاخد خبره امي؟ حد بقى يرد عليا بقى. هاخد خبره امي في ايه؟ هي ده كانت بتقول لي بص ده، بقول لها ده كده. انت ازاي تصدقيه؟ يبقى مين اللي مديها خبره؟ انا دلوقتي بعترض على شغل، انا دلوقتي حاجه ما بفهمش فيها في السوشيال ميديا، واللي انت بتعمله واللي بتعمله، انا بعترض عليك وبتكلم معاك في حاجه. انت 24 ساعه منتقداني في السوشيال ميديا. لا، انتقدك في الشغل في ايه؟ انت بتقول انا اللي بصور وانا اللي برفع. انا اللي بصور وانا اللي برفع وانا بشوف ايه اللي ينجح وايه اللي ما ينجحش، وبعافر معاكي لوحدي. انا يبقى انا ما ينفعش بقى تروحي انت الحته دي اعرف فيها حاجه. بتقعدي تقوحيني ليه طيب؟ انا بقوحك في اللي اعرفه. ايه بقى اللي تعرفيه اللي انت بتقوحيني؟ انا بقول لك دلوقتي منصه صفراء، المنصه الصفراء دي بتقول لي قدامك خطوه وتعمل حاجه كويسه. انا بقول لك خلي بالك كان قدامنا خطوه نعمل حاجه كويسه، بس الفتره اللي احنا كنا فيها في تعب اخويا ما كملناش. ان شاء الله تتعود بقى الفتره الجايه. المفروض رد فعلك طب الحمد لله، المهم يا ابن اخوك وبتاع. ان شاء الله ان شاء الله اسمعيني بس عشان بكلم الناس. ان شاء الله انت بس الفتره ديت ايه كمل في الموضوع والدنيا هتتظبط معانا باذنك يا رب. انما لا بقى بص امي بقى وشي يتقلب، عندك حاجات ما بتنزلهاش ما بتعملهاش، انت يا ابني مضيعني، انا مسلمه لك نفسي وانت مضيعني قدام الناس وفي اللايف وفي كل حته. امي ماشيه كده، ازاي انا هبقى راجل اخد يعني نفسيتي حلوه ان انا اعرف انزل واشتغل واجي واعمل؟ ده بقى مش مره، لا ده 30,000 مره نفس الكلمتين دول هم بيتقالوا. الموضوع ده 20,000 مرة أمي بتتعامل بيه، اللي هي دي كأنها بتفهم في السوشيال ميديا ديت عني. ماشي يا ستي انت بتفهمي عني، بس الموضوع ما كانش فيه جدال ونقاش، الموضوع فيه خير إن شاء الله. كمل زي ما كنت مكمل، ربنا هيكرمنا. هل أنا لحد من 20 يوم ولا 30 يوم لحد ما كنا في العمرة فيديوهات سناب، مش عايز أذكر برضو، المهم الأصفر كنت بنزل عليه، والأزرق بنزل عليه، واليوتيوب بنزل عليه، كنت ماشي زي الفل. جينا لحد بعد ما جينا حصل تعب اخويا وتعبي، هدينا بتاع شهر ما عملناش حاجه. طبعا انت لما بتبقى ماشي على منصه او اليوتيوب والناس بتتابع والمنصه بتكبر وتقعد شهر ما تنزلش حاجه، الدنيا بتقع شويه. المفروض هنا اديني بقى امل، لان انا تعبان معاكي، تقولي لا ان شاء الله اللي جاي احسن، كمل ما تشغلش بالك زي ما انت شغال، يلا بينا شوف هنعمل. انما ليه نخش في جدال؟ مشاكلنا زمان كانت برضك عشان ايه اللي هو الاصفر اللي بتتكلم عليه ده. قد ايه مشاكلنا زمان كانت عليه، وانا بقول لك نزل عليه ننزل عليه اللي بنعمله هنا بقى، عشان كان في كذا منصه. كان منصه حمراء واي منصه حمراء ومنصه زرقاء ومنصه سوداء. بلاش الكذب عشان ربنا هيوديك جهنم من كده. انا ياما قلت لك ارمي هنا وحط هنا وحط، خلي بالك انا برمي. انت بتركز في حاجه واحده، ويوم ما بتعمل حاجه بتعمل هو دخلنا بقى في موضوع ايه؟ فين بقى بتاع ابو سنه من فاتوا؟ لا ما انت بتقول ايه؟ اصل انا كنت ياما انا لوحدي. لا انت كل حاجه بتعملها بعراك، انا وانت لوحدينا. انا وانت لوحدينا يا عم. انا لوحدي اعمل يا عم، الواحد ربنا هو اللي معاه. انا وانت لوحدينا. الاسره بتاعتنا الكريمه ما فيش حد بيملوه في السوشيال ميديا. فانا عشان اجمع الافكار واجمع محتوى هنا وهنا وهنا وهنا، ده مجهود كبير. وانا مش هفضل اكدب على الناس كتير، يعني مش هفضل اقول للناس كدبه.
تعالى احنا بنتعاركوا، تعالى احنا مثلا مش عارف ايه كرشت امي الافكار ديت خلاص بالناس بتبقى احنا عمرنا ما عملنا اتعاركنا، ولا عمرنا قلنا حاجاتنا قدام الناس. احنا ياما بنتعارك انا وانت، عمرنا ما قلنا لحد. طب انا مش عايز الحاجات دي قدام الناس. احنا انت في المنصه دلوقتي اليوتيوب ديت، انا عايز الناس تحبنا كمحتوى، كاحنا بنعمل اكل، كاحنا بنشتري حاجات، كاحنا بنحكي لكم يومنا ازاي. انا عايزك تبقي فري، تبقى حلوه، مش عايز يبقى فيه مشاكل. الساعه اللي بتجيها اخر النهار، ساعه ايه؟ ما انا بقالي ساعتين اهو معاك. الساعه اللي انت بتجيها يلا 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 عشان راجل متجوز، تاكل ولا تشرب معاك، او مراتك بيتجوز، ما مراتك تيجي عادي معاك، ده شغل. ايه مراتك كنت لو شغال من اول النهار هتقول انا راجل متجوز؟ لو انت شغال في محل من الصبح. ما انا شغال من الصبح، انا راجل اللي متجوز بطلع الظهر لحد بالليل. انا ماليش دعوه بتطلع ولا بتطلعش، ولا ما كنتش الاول بتطلع. لو انت شغال في مكان وبتروح لها زي جوز اختك كده من الساعه كذا للساعه 12 بالليل، هم مش زي برضه. انت بتقارني برضه، وشوفي لما بخش في مقارنه بتقولي مالكش دعوه باخواتي. هم زي اي حد. انت اخواتي زي شغلك. يعني ايه متجوز وانت رايح لواحده غريبه؟ طب خلاص خليك قاعد جنبها طالما اصل انت اصل انا راجل متجوز، على اساس ان انت مش معاها ليل برضه. ده مش موضوعنا، مش انا نفسي افهم موضوعنا ايه. لما ده موضوعنا ان انت تبقي ست فري. حد يكتب لها كومنت يا جماعه يعني ايه فري؟ يعني ست بروفيشنال، يعني بتضحكي، يعني مبسوطه، ما تاخديش الكلام بعصبيه. لما الاقي ابني مش هو ما فيش غير ابنك عايش معاكي في الحياه. لما الاقي ابني مش جايه عشان أيوة. هدف معين بس. والله انا عايز هدف معين بس. اللي هو انا جاي لامي وجاي افرفش امي واضحك امي. طب ما انا باجي عشان اعرف اخد شغل من امي. اما انت عارفه مشكلتك معايا ايه؟ لا. عارفه انا لو هزرت معاكي بتاخدي الكلام جد، ودي مشكله. انت بتاخدي كل حاجه جد، ما دي مشكله. ازاي اهزر مع امي وامي بتاخد اي كلمه انا بقولها جد؟ عشان انت ست جد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الا ان شاء الله. اساسا كل ده انا برضك طالما انت مش عايز تحترف انا غلطان. لا انا غلطان بس كده. ما لا يا حبيبي، لا والله العظيم تحرم عليا والله العظيم. ولا تقول لا 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 وكتاب ربنا ابدا. وانا قايله يا جماعه الموضوع الشغل انا بتكلم، لان انا قلت له حلفت ان انا ما اشتغل، وعشان اشتغل لازم اصوم 3 ايام. انما هو انا يعني ربنا اللي يعلم. يا رب قلبي يسامحه بجد بجد، يا رب قلبي يسامحه، لان كل مره يقول لي كده بني ادم يخرس امه ويقضي اليوم عنده واحنا مخروسين. يعني كمان اليوم اللي جاي يقضيه كلنا قاعدين كده ايه خايفين من بعضنا. يعني اليوم اللي جاي يقضيه عند امه كلنا قاعدين كده. يا رب الساعات تعدي عشان يمشوا بقى كل واحد يروح. ايوه يا حبيبي. ماشي صح يا حبيبي، صح يا ابني. لا خلاص يا حبيبي خلاص. بقول له اسمعني لا وانا عيله امه خلاص انت قلت امه. لا انا ما اتخلقش على وش الكون اللي يخرسني ويقول لي ما تتكلميش. لا بص على والله لو بصت ايدي ورجلي اقسم بالله اقسمت بالله لو بصت ايدي ورجلي يا خالد الله اعلم انا ان جوه يبقى مسامحك ولا لا. انا ممكن لا كل مره انا مش مسامحك بجد مش مسامحاك لا بجد والله العظيم ما مسامحاك. اوعى تفكر انا بعمل فيديو. انا بعمل فيديو ده يتأرخ للتاريخ، تنزله ما تنزلوش، تقعد بيه تتفرج عليه بعد عمر طويل. انك انت تقول لي اسكتي ما تتكلميش وما تقبلش مناقشتي، لا انا مش بنزله. لا ما تنزلهوش. اوعى تفكر انا عايزاه ينزل. مش بنزل. انا بس حبيت اقول لكم كلكم يا ولادي انا مش مرتاحه لكم، وانا زعلان ان انتوا مش قادرين تسمعوني صوت ومش عايزين تسمعوني. ان شاء الله ما سمعتوني.